اتصل به أحد العامة يستفتيه، قال: قول يا شيخ، أنا طلقت مرتي. أيوة. أصلا أنا كنت وقتها ضابح قوي. يا ولدي ما حد يتطلبه ثاني. هيا خلي الضبح ينفعك. جاء أب وابنه إلى القاضي العمراني يستفتوه، فقال الأب: أنا حلفت على ابني وقلت له إذا لم يطلق زوجته وإلا فإن أمه طالق، كيف الحل يا قاضي؟ قال لهم: أيوة، أنتم كونوا تصايحوا ويحلبوا لكم العمراني. إحداهن اتصلت به تستفتيه وقالت له: يا قاضي بارك الله فيك، أني صايمة وأكلت وأني ناسية، أكلت كثير، 4 سمبوسات ولحوحة وشحاوة، فهل أواصل الصوم؟ قال لها: لا يا بنتي قومي خزن. سأله أحدهم: زوجتي أصيبت بمرض فأستأصل رحمها، فهل ممكن تحبل ثانية يا شيخ؟ فرد عليه العمراني: كيف تحبل يا أخي وليس لديها رحم؟ قال السائل: بقدرة الله يا شيخ. ما بقدرة الله ممكن تحبل أنت. يقال أن أحدهم اشتكى للقاضي العمراني من ألم في بطنه، فقال له القاضي: كل فتة وعسل على الريق. وإذا ما نفعش يا قاضي؟ إذا ما نفعش فاعتبر أن قدو صبوحك. في أحد الأيام كان مجموعة من القضاة ومنهم القاضي العمراني رحمه الله مدعوين في منزل وزير العدل لمناقشة بعض الأمور المتصلة بالقضاء. وكان وزير العدل يومها من الشخصيات العصرية التي عاشت ودرست خارج اليمن، فأراد الوزير أن يكون لقاء وديا بعيدا عن الرسميات، فخرج عليهم وهو يرتدي فانلة وشورت قصير أي وسروالا قصيرا. وبعد ذلك جاءهم الخادم فسأل القاضي محمد عن طلباتهم من أوراق أو أقلام ومشروبات وغيره، فقال له القاضي العمراني: نريد متر من البز. فتعجب الخادم وقال: لماذا؟ قال القاضي: نعمله لسوى سعادة الوزير. سألوه في مرة من المرات عن الفرق بين الدراسة القديمة والحديثة، فقال لهم: درسنا في الجامع ودرستم في الجامعة، وليس الذكر كالأنثى. ختاما، إذا كنت أخي المشاهد من الأبطال الذين وصلوا معنا إلى هذه المرحلة من الفيديو، فلا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركة رابط الفيديو، ولك منا كل الشكر. إلى اللقاء.